عندك بيزنس وعايز تعرف انت بتكسب ولا بتخسر، ما تيجي نشوف على السبوره بتقول ايه. عايز تعرف انت بتكسب في اعلاناتك ولا بتخسر؟ تعالى كده ناخد المعادله دي مع بعض كده ونشوف الار او اي بيقول ايه. طيب طبعا احنا زي ما احنا عارفين في فرق بين الار او اي اس وفرق بين الار او اي. طيب الار او اي ليه بنحسبه في الاعلانات او في اي بيزنس خصوصا؟ احنا بنجيب هنا اجمالي المبيعات. لو بعت مثلا دلوقتي انا ب 10000، هتقول لي طب انت ما ابتديتش من البدايه ليه؟ ما دي البدايه، بس اصبر شويه وهنكمل معاك ما تقلقش. انا دلوقتي الايراد بتاعي في بقى 10000. تمام؟ انا بتكلم دلوقتي 10000. تكلفه المنتجات عليا اللي انا ببيعها 5000 جنيه بس. يبقى انا ايه؟ ببيع المنتج او بيكلفني 5000 جنيه صافي من غير اي حاجه ثانيه. طيب لو اتضاف عليه حاجه ثانيه زي مثلا 1000 جنيه دي، يبقى اجمالي المصاريف عليا او تكلفه المنتج زاد بقى كام؟ بقى 6000 بدل ايه؟ 5000. تمام؟ طيب احنا دلوقتي قلنا المنتج كلف علينا 6000 جنيه. ليه كلف علينا 6000 جنيه؟ احنا خدنا تكلفه المنتج الرئيسيه اللي هي 5000 اللي انا باخدها مثلا من التاجر او انا باخدها من المصدر نفسه وببيعها. تمام؟ جيت تاني خدت حاجه اسمها مصاريف الشحن، يبقى الاجمالي وقف عليها ب 6000 جنيه المنتج كله. طيب انا دلوقتي رحت عملت اعلانات مموله ب 2000 جنيه، يبقى اجمالي المنتج على مدار الايام اللي انا بعت فيها السلعه ب 10000، يبقى كل عمليه وقعت كام؟ 8000 جنيه. تمام؟ انا عشان نعرف بقى احنا كسبنا ولا خسرنا من السبونسر ما بنعرفش عن الار او اي اس ده، لا احنا عشان نعرف بنكسب ولا بنخسر على مستوى البيزنس كله يبقى احنا نعرف عن طريق الار او اي. ده اللي هيعرفنا احنا بنكسب ولا بنخسر. طب تعالوا كده نشوف العمليه هل هي مربحه ولا غير مربحه. طيب اجمالي التكاليف، احنا قلنا دلوقتي اجمالي التكاليف كام؟ 5000. تمام؟ المنتج نفسه ب 5000، اتضاف لي كام؟ 1000 جنيه. طب ال 1000 جنيه ظهر بتاعت ايه؟ بتاعت يا باشا مصاريف الشحن او التغليف او بوابه الدفع او التاكسي اللي انت خدته من مكان لمكان رحت بيه، هي دي ال 1000 جنيه الاضافيه. يعني الموضوع وصل معاك لكام؟ ل 6000 جنيه. تمام؟ يبقى رحت انا لطاهر وقال لي اعمل لي اعلان ممول لان طاهر ميديا باير مش عادي، فالموضوع اتكلف عليا كام؟ 8000 جنيه. يبقى انا بتكلم في كام؟ تكلفه المنتج عليا بالاعلان ببابا غنوج وبالشحن بكل حاجه وصلت لكام؟ ل 8000 جنيه. بس انا اجمالي المبيعات عندي كام يا طاهر؟ 10000 جنيه. يعني انا كسبان ربح كام؟ 2000 جنيه. تمام؟ طب تعالى هنا بقى نشوف بقى اجمالي التكاليف 5000. تمام؟ مصاريف الشحن والمصاريف الاخرى 1000 جنيه. اعلانات يبقى كام؟ 2000 جنيه. يبقى الموضوع كله كام؟ انت بتتكلم هنا 8000 جنيه. جميل؟ 8000 جنيه دي بقى ننزل بقى ناخد ايه؟ ال10 دي وناخد مع ال8 دي اللي ايه؟ الصافي. يعني بعد ما انا صفيت طلع لي 8000 جنيه. تمام؟ 8000 جنيه دي هننزلها تحت بقى. هنكتب 10000 اللي هو اجمالي تكاليف المبيعات كلها مع 8000 اجمالي تكاليف المنتج عليا. يبقى انا طلع لي كام يا عم؟ 2000 جنيه صافي الربح. يبقى انا كسبت كام من العمليه دي كلها؟ 2000 جنيه. تمام؟ الار او اي المعادله بتاعته بتقول لك ايه؟ الربح الصافي 2000 جنيه. طيب بعد ما عرفنا صافي الربح كام، يعني صافي الربح زي ما احنا قلنا 2000 جنيه. طيب تعالى بقى نجيب تكلفه الاعلان مع صافي الربح. تعالى نجيب تكلفه الاعلان ادي 2000 مع صافي الربح. يبقى احنا نعمل فيه 100% عشان يطلع لنا الناتج. الناتج بيقول لك ايه؟ كل جنيه خرج جالي بايه؟ جالي بجنيه غيره. يعني انا في الاول والاخر كسبت، بس كسبت تقريبا زي ما بيسموها 100%. بس الفكره ان كل جنيه راح جالك اخوه. تمام؟ في ناس بتبيع اكتر من كده بكتير، بس الفكره ان احنا حاولنا بقدر الامكان نفهمكم العمليه بتبقى عامله ازاي. لو عايز تفهم الموضوع اكتر وبتفاصيل اكتر استنانا في الكورس الجاي ان شاء الله، هنشرح كل ده بما فيهم الار او اي اس باذن الله، شرح تفصيلي. ده يا جماعه ببساطه الار او اي، ومش وارد جدا انك ما تفهمش مني في اول مره، بس اعتقد يعني مفيش اسهل من كده ان انا عربت لك كل حاجه. تكلفه المبيعات تعال راجع بسرعه كده. تكلفه المبيعات عندنا 10000، تكلفه المنتج 8، مصاريف الشحن والتغليف 6، يبقى المنتج واقف عندنا ب6. عشان اللي لسه جاي وما شافش الفيديو من الاولاني او ابنه كان بيلعب في الموبايل فسبق الفيديو، اديني بقول لك اهو. يبقى المنتج كله وقف عليا ب 8000 جنيه، وبعد كده صرفت انا ايه؟ ال 2000 جنيه، يبقى وصلت ل 8000 جنيه، وببيع المنتج بتاعي ب 10000 جنيه. يعني في فرق 2000 جنيه. فرق 2000 جنيه على 2000 جنيه اللي هم الاعلانات بيصفي معايا كام؟ هنعمل هنا 100%. تمام؟ يبقى انا صفى معايا كام؟ كل جنيه رجع بجنيه اخوه. ده ببساطه الار او اي.
طيب عشان نشرح الار او اي اس، الار او اي اس بعض الناس بتفتكروا ان هو ده. لا يا جماعه، ده بيحسب لك كل التكاليف. تمام؟ كل التكاليف اللي انت بتعملها ده بيحسبها لك عشان يشوف لك البيزنس بتاعك كسب ولا خسر. عايز تفهم اكتر؟ استننا كورسات التسويق. الماركتينج معانا علم زائد لعبه السوق، واللي نزل السوق ولعب وشمر غير اللي قاعد على المكتب ما بيعرفش يلعب. طول عمرنا بنعرف نجيب اجوان. عايز تجيب اجوان في البيزنس بتاعك مش هتلاقي انسب من طاهر عبد الله. هو مش ميديا باير بس مش عادي، هو ماركتنج مانجر مش عادي.